نعم. لبيك يا حسين في حلب. شو المشكلة؟ في حلب السنية يريدون شو بياخذون على حلب السنية؟ شو بدي بالشيعة بحلب السنية؟ 99% سنة. ليه عصبي؟ ليش عصبي؟ كيف عصبي؟ اولا هذا الشريط شفته انا كلهم جنود سوريين. ويهتفون. مش صحيح. صحيح كلهم سوريين. شو دخل لبيك يا حسين؟ ليش شيعة؟ شيعة شو المشكلة؟ شو عم يسووا بحلب؟ شو شيعة جنود في حلب بلدهم. بلدهم انت شو دخلك فيها؟ دقيقة انت كالجزيرة ما انت كقاسم. انت ايران لك دخل بحلب، اما انا السوري مالي دخل بحلب. جيش سوري لازم ما بتخجلوا على حدا كمان، حتى انا السوري بطلت لي دخل. بس لك انت دخل تفوت على النبي يحيى على المسجد الاول وتسب يزيد. يدخل في كل مكان في سوريا. من حقه أن يدخل في كل مكان. ممكن أسألك سؤال صغير ويقول لبيك يا حسين. شو المشكلة؟ طيب ليه أنت غضبان على الحسين؟ ماشي. لماذا أنتم يعني أنت حمدك على الحسين الآن؟ لماذا ذبحتم حزب البعث في العراق؟ لماذا ذبحتم؟ أقول لبيك يا حسين. كل شيعي يقول لبيك يا حسين، هذا لا يضر شيء. هذا سؤال وصلني 100 مرة. لماذا يقولون هذا الكلام؟ لماذا يقول؟ أنا أقول لك بكل بساطة، أتباع أهل البيت يتصورون أن الإمام الحسين هو نبراس الجهاد ضد الظلم والطغيان، لأن يزيد كان ظالما باتفاق كل المسلمين سنة والشيعة، لا خلاف على ذلك. إذا الإمام الحسين هو مذهب المقاومة، مذهب الجهاد، مذهب رفض الظلم والطغيان وكل شيء. فلذا لبيك يا حسين يعني تلبية للجهاد ضد الظلم والطغيان. أنا أعتقد أن هذا الأمر لا ينفعنا. الحالة الطائفية التي تثيرونها غير حقيقية وغير واقعية. هناك مدرستين، مدرسة انبطاحية أمريكية صهيونية في المنطقة، ومدرسة مقاومة ضد الصهاينة والأمريكان في المنطقة. لذا لا شيعي ولا سني، هناك مقاومة.